السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي المعلق الرياضي أحمد علي، معلقا وواصفا على أحداث لقاء النادي الأهلي والنادي الزمالك في القمة 125. أصدقائي المتابعين، كل التحية والتقدير للأستاذ أحمد الزمري وبرنامج أهل الرياضة. تابعوه كل خميس طبعا على قناة اليمن اليوم، وكل التحية للجمهور اليمني العظيم. الصراحة الأستاذ أحمد اداني فرصة حقيقية من أجل الظهور على شاشة التلفزيون، من أجل طبعا تحقيق حلمي أن أكون معلق رياضي وقدام حضراتكم أعلق على مباراة الأهلي والزمالك. أصدقائي المتابعين، نتخيل مع بعض أهداف الأهلي والزمالك القمة 125. كرة حلوة عند حسين الشحات، حسين يعمل عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، عرضية عرضية عرضية، الله الله الله، هدف أول هدف أول هدف أول لمصلحة النادي الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، يسجل هدف رائع لمصلحة النادي الأهلي. مش ممكن على الجمال، مش ممكن على الروعة، رؤية في منتهى الخيال عن طريق حسين الشحات اللي عمل كرة طولية جميلة داخل منطقة الجزاء، وحمدي فتحي استلم صح وعمل عرضية صح ومحمود عبد المنعم كهربا يعني سجل هدف رائع في منتهى الخيال. أصدقائي بكده النتيجة أصبحت هدف مقابل لا شيء للنادي الأهلي. كرة مرة تانية توصل في الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني، يلعبها عرضية عند حمدي فتحي، لخبطة دفاعية، محمد شريف، الله، هدف تاني هدف تاني هدف تاني، شكل تاني، طعم تاني، حاجة تانية مختلفة، ثنائية أهلاوية مش ممكن على الجمال عن طريق البديل محمد شريف. يعني دخل كده بديلا لكهربا، وكهربا قال له انت هتسجل يا شريف، وبالفعل سمع كلامه وسجل هدف تاني في منتهى الروعة في منتهى الخيال. بكده النتيجة أصبحت 2 مقابل لا شيء. لمسة من جديد عند اللاعب بقى اليو ديانج، اليو ديانج يلعبها طولية حلوة عند مين؟ الخطير حمدي فتحي، استلم حمدي فتحي، يلعبها حلوة عند علي معلول، العرضية العرضية العرضية، هو الافندي محمد شريف يسجل هدف ثالث لمصلحة النادي الاهلي، والتاني الشخصي له. مش ممكن على الجمال ومش ممكن على الرؤية الحلوة من اليو ديانج اللي لعبها لحمدي فتحي المتحرك، المتحرك المبدع، ولعبها حلوة قوي عند علي معلول اللي عمل عرضية عند شريف، بوم يا الله، بالثلاثة يا حبيبي بالثلاثة. أصدقائي في النهاية تقبلوا تحياتي يا أحمد علي. أما الآن بقى الكلمة توصل إلى الأستاذ أحمد الزمري وبرنامج أهل الرياضة على قناة اليمن اليوم.